الثقة بالنفس يعني إنك تكوني مرتاحة مع نفسك حتى لو ما عملتيش أي حاجة، حتى لو ما حدش سقفلك. يعني إيه أثق في نفسي؟ يعني وأنا في مكان جديد ما أفضلش أسأل نفسي طول الوقت هم حبوني؟ عجبهم حضوري؟ طب أعمل إيه علشان أعجبهم أكتر؟ بدلي السؤال ده، اسألي نفسك هو أنا مبسوطة معاهم؟ هل أنا بحب وجودي هنا؟ هل أنا مرتاحة معاهم؟ الثقة بالنفس مش كبرياء ولا غرور، لأن التكبر معناها أنا أحسن منكم، لكن الثقة بالنفس معناها أنا كويسة زي ما أنا ومش محتاجة أقنع حد بكده. في كتاب The 6 Pillars of Self-Esteem، قبول الذات لا يعني الرضا بالوضع، لكنه يعني الصدق مع النفس، لأنك ما تقدرش تغير ما لا تعترف بوجوده. يعني لما تقبلي نفسك بصدق هتبدأي فعلا تتطوري بهدوء من غير جلد ذات ولا مقارنة. في شوية خطوات تعمليها علشان تثقي في نفسك أكتر. أول حاجة، تبطلي تعملي كتير علشان الناس تحبك، إنك توجدي سبب إن الناس تحبك. الحب الحقيقي مش محتاج إثبات مستمر، اللي هيحبك هيشوفك زي ما انتي. تاني حاجة، اكتبي الحاجات اللي بتحبيها في نفسك بعيدا عن الإنجازات. اكتبي بحب فيا قلبي الطيب، إني بسمع للناس كويس وبحس بيهم، طريقتي في دعم الناس اللي حواليا، مش شهاداتك ولا نجاحاتك ولا نجاحك في شغلك. ركزي مع نفسك مش مع مين سبق ومين اتأخر. المقارنة بتقتل السلام اللي جواكي. كل واحدة فينا ليها توقيتها الخاص بتاعها ومشوارها المختلف. ركزي ازاي تطوري نفسك وتساعدي نفسك مش الآخرين. الثقة مش جاية من بره، الثقة مش لايكات ولا كلام مدح، الثقة ده شعور جواكي انك كفاية، انك تستحقي الحب حتى وانتي مش في أحسن حالاتك. خامس حاجة، اتقبلي المدح بلطف واشكري الشخص، لأن اللي ما يعرفش يستقبل الحب عمره ما هيعرف يديه. سادس حاجة، ما تحتاجيش تبرري نفسك لكل الناس، لأن الشخص الواثق من نفسه فعلا صوته الداخلي أهدى من كل الأصوات اللي بتيجي من بره. اللي بيقدر يقبل نفسه بواقعية هو اللي بيعرف يعيش بحرية من غير أقنعة. ده العلاج بالقبول. لما تستقبلي نفسك عمرك ما هتفضلي تشرحيها لحد، ومش هتستني من حد يحبك علشان تصدقي إنك تستاهلي، لأنك أصلا كنت كفاية من الأول.